السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. قبل ما ابدأ اي حاجة وقبل ما اقول اي حاجة، عايز اقول لكم ان انا اسفة بجد لاني ما بنزلش فيديوهات كتير، لكن لاسباب هقول لكم عليها في الفيديو ده. وبجد بجد اسفة يعني لاني ما بنزلش فيديوهات وكده. وعايزه اقول لكم كمان ان انتوا وحشتوني جدا، والتصوير وحشني والمونتاج يعني الحاجات دي بجد وحشني. وبقيت يعني عايزه اصور يعني فيديوهات وكده، لكن في اسباب ما كنتش بعرف اصور بيها، وهي دي اللي انا هقولها لكم في الفيديو، او هقول لكم في الفيديو ده ليه مش بنزل فيديوهات آه، دلوقتي يعني الايام دي. انا اصلا كنت نزلت فيديو قبل كده قلت فيه ان انا مسافره وممكن ما اقدرش انزل فيديوهات وكده في الفتره اللي انا مسافره فيها. ففعلا ده اللي حصل، ان انا ما قدرتش انزل فيديوهات. لكن مش بس السبب اللي انا كنت قلت لكم عليه في الفيديو هو اللي حصل يعني، لا، في سبب تاني كمان هو اللي منعني اكتر اني انزل فيديوهات. انا طبعا دلوقتي بصور وانا في مصر، يعني انا دلوقتي في مصر وسافرت وكل حاجه. لكن آه بعد ما سافرت يعني بشويه ب10 ايام مثلا، كنت ماسكه الجوال عادي، يعني كنت بعمل حاجه فدوست على حاجه غلط خلتني اعمل سوفت وير للجوال. طبعا انا قبل ما اجي مصر كنت مصوره 13 فيديو، 13 فيديو يعني افكار متنوعه وكده. كنت مصوراهم كلهم قبل ما اجي، علشان كنت عارفه ان ممكن تحصل ظروف او كده وما اقدرش اصور وانا في مصر. اصلا يعني طول الوقت، لا اما انا خارجه لا اما ضيوف جايين لنا، يعني مش الجو زي هناك، فمش بقدر اصور باستمرار. فانا كنت عارفه ان ده اللي هيحصل، وعارفه يعني الجو بيبقى ازاي في مصر. فعشان كده ما صورت قبل ما اجي، وصورت فعلا 13 فيديو افكار متنوعه. وكان في حاجات يعني حلوه بجد، كان في اعمال يدويه، وكان في جولات، جوله في يعني في حاجاتي وكده، وكان في تحديات، حاجات كتير كانت حلوة يعني. وبجد تعبت فيها، فضلت اسبوعين اصور في 13 فيديو دول، وكمان منتجتهم يعني كل حاجة عملت لهم، كل حاجة، حتى الصور اللي بتنزل على انستجرام وفيسبوك وكده. لما بنزل الفيديو كنت صممت الصور دي، كل حاجة اتعملت، كل حاجة. مش ناقص بس غير اني انزل الحاجات دي، يعني انزل الفيديو، انزل الصور كده. الا ان حصل حاجة منعتني اني اقدر انزل يعني الفيديوهات دي، مع ان بجد يعني زعلت جدا لان الافكار كلها كانت حلوة. وكنت يعني كنت سايبه لها وقت كبير، كنت بفضل اعمل فيها وبعمل في المونتاج وكده. وفجأة راحت كل الفيديوهات دي. كنت انا زي ما قلت لكم ماسكه الجوال بعمل حاجه، وفجأة دوست على حاجه خلتني اعمل سوفت وير بالغلط. يعني انا ما كنتش عايزه اعمل سوفت وير اصلا، لاني عارفه ان انا لو عملت السوفت وير ده الفيديوهات اللي انا صورتها وتعبت فيها هتتمسح، والصور هتتمسح، والارقام حتى بتاعت صحابي وكده اتمسحت. يعني السوفت وير ده بيخلي الجوال اكني لسه جايباه لوقتي، شارياه لوقتي يعني. ففعلا ده اللي حصل، انا عملت السوفت وير والجوال رجع زي اكني شارياه الوقت. طبعا كل الفيديوهات اتمسحت، وكل الصور وارقام اصحابي وكل حاجه اتمسحت. فيعني كنت زعلانه بجد، واكتر حاجه زعلت عليها الفيديوهات دي، لانها اكتر حاجه تعبت فيها. يعني مثلا ارقام اصحابي هقدر اجيبها تاني، ارقام عيلتي وكده هقدر اجيبها تاني من بابايا من مامتي كده، لكن الفيديوهات دي مش هترجع، لان كنت حطاها بس على الموبايل بتاعي، يعني ما كنتش حطاها على اي جهاز تاني. فهي فعلا ده اللي حصل، اني جبت ارقام بتاعت عيلتي وكده من جوال ماما. ويعني الفيديوهات ما قدرتش ارجعها تاني. حتى الصور بتاعتي، يعني انا كنت مصوره لما بخرج في مكان او كده بتصور، وكل الصور دي اتمسحت. فبجد زعلت جدا يعني وقتها، زعلت جدا بجد. يعني كنت زعلانه جدا انه يعني انا تعبت جدا في الفيديوهات دي، فضلت اسبوعين يعني، وصورتهم ومنتجتهم وكل حاجه، وفجأة بضغطة زر كده كل حاجة دي تختفي.
فده اللي كان مخليني ما قدرتش انزل، لان يعني زي ما قلت لكم ما بقدرش انزل وانا هنا في مصر، ما بقدرش اصور سوري، عشان جو الحياة اصلا مختلف، فما بقدرش اصور هنا كتير باستمرار يعني. فكنت انا عامله حسابي وصورت وكده، لكن اتمسحوا. ف يعني انا بقالي 3 ايام بدور على وقت مناسب علشان اصور في الفيديو اللي انا بصوره دلوقتي ده. يعني مش هقدر اصور باستمرار وكده. فكنت انا مجهزه ال 13 فيديو دول. ليه عدد 13 بالذات؟ علشان انا قاعده 13 اسبوع هنا. طيب فانا قلت انزل كل اسبوع فيديو، ف يعني انزل كل اسبوع فيديو، فعشان كده صورت 13 فيديو وما نزلتش غير اول فيديو بس، اللي هو كان ماذا يوجد في حقائبي للسفر. وبعد كده خلاص كلهم كانت مسح، ف مش ما قدرتش انزلهم يعني. فلسه معرفش بقى هقدر اصور الفيديوهات دي تاني ولا لا يعني. حصلت لي فضلت افكر بعدها كتير هعمل ايه وهصور ازاي وكده، لحد ما قلت ان انا لازم اقول لكم ان ليه ما بنزلش فيديوهات. يعني حتى جالي تعليق بيقول لي انت ليه ما بتنزليش فيديوهات من زمان وكده. فانا قلت عشان يعني رديت على التعليق ده، قلت عشان في خبر يعني، وهنزله الفيديو في فيديو وهبقى اقوله لكم. اللي كان كده بالتعليق قال لي انه يعني انت هتسيب القناة او كده، يعني الخبر اللي انت هتسيب القناة. فلا، مش هسيب القناة، لكن كل الحاجات اللي انا كنت مجهزاها انزلها لمدة 2.5 شهر اتمسحت. فخلاص يعني مش هقدر انزل تاني لمدة لحد ما اجي مسافرة راجع السعودية يعني ان شاء الله. وممكن برضو بعد يعني احنا هنرجع لما نيجي راجعين ان شاء الله هيبقى على المدارس، فممكن ما اقدرش يعني هيبقى في اول المدارس بقى ويعني هنبقى كنا مسافرين قبلها، فلسه بقى بنرتب شنطنا تاني وبنجيب الزي المدرسي والكتب الحاجات دي. فممكن برضو اقعد اسبوع اسبوعين ما اقدرش انزل برضو. ف يعني قلت ان انا لازم اقول لكم عشان تبقوا عارفين انا ليه ما بنزلش. وديني قلت لكم يعني ده السبب اللي انا ما كنتش بنزل علشان ان كل الفيديوهات اتمسحت وكده. فبجد اسفه ان انا يعني مش هقدر انزل في الفتره الجايه وبس. يعني انا كنت الفيديو اللي انا نزلته قبل ما اسافر قلت فيه ان انا مش هقدر انزل علشان مش هيبقى عندي نت. لكن دلوقتي عندي نت وقوي، يعني لحد ما قوي ممكن اقدر انزل عليه فيديوهات. لكن حصلت مشكلة تانية غير النت هي اللي خلتني ما قدرتش انزل. فبجد اتضايقت جدا، يعني قلت ساعة ما يجي النت تروح الفيديوهات، وساعة ما كانش فيه نت كانت الفيديوهات موجودة. فبجد اتضايقت جدا يعني. بس هو ده كان الخبر اللي انا كنت عايزة اقوله لكم، او الحاجة اللي انا كنت عايزة اقولها لكم في الفيديو ده. وبس يعني كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تحطوني لايك وتشتركوا في القناة عشان تدعموني، ويعني افضل عندي امل واقدر انزل تاني واصور وكده يعني ابقى متحمسة زي الاول. فياريت بجد تحطوا لايك وتشتركوا في القناة عشان نوصل عدد كبير ان شاء الله، يعني قبل 2016 ما تخلص، قبل 2017 يعني. وبس يا رب يكون عجبكم. ودلوقتي هيظهر لكم انستجرامي، صفحتي في الفيسبوك، ما تنسوش تتابعوهم عشان نقدر نتواصل مع بعض. ومع السلامه.